مسا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. رد على الصلاة في الكومنتات، صلي على النبي كتير. ابواب الفرج هتنفتح لك ان شاء الله باذن الله. النهارده بقى جايه لكم فيديو جديد ويوم جديد. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا اعمل لايك للفيديو واشتركي معايا في القناه لو انت مش مشتركه، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل فيديو انا بنزله. صلى على النبي في الكومنتات وتعالى نبدأ الفيديو بتاع النهاردة. في شوية تنظيفات وترويقات يعني، وفي وصفة. الوصفة هنبدأ بيها، ودي أنا افتكاسة أنا شفتها على النت فهنعملها على التيك توك يعني. فأنا جبت صدر فرخة، معايا صدرين فرخة. جبت الصدر قسمته بالطول نصين، لا بالعرض قسمته نصين زي ما انتوا شايفين كده. ومسكت النص الواحد، بقيت اقطعه شرايح رقيقة على قد ما اقدر، كأنك بتعملي بانيه كده. تمام، يعني جبت الصدر قسمته نصين بالعرض، وبعد كده قعدت اعمل فيه شرايح بالطول، كأنك بتعملي بانيه. تمام، معايا بقى للتتبيله. الوصفه دي سريعه جدا وطعمها تحفه بجد. هنا حطيت ملح بس طلع كتير شويه فقللته، وفلفل، كمون، اي ده بصل بودره. لو عندي توم بودرة كنت هحط توم بودرة، اي بهارات عندك حطيها. وعلى فكرة كل ما تقللي البهارات للفراخ بيكون طعمها احسن يعني، ما تكتريش وتقول هيبقى حلو. معايا نص معلقة صغيرة 7 بهارات وبس كده. وحطيت، اللهم صل على النبي، حبة زيت عشان ادوب فيهم البهارات بتاعتي، وعشان الوصفة بتاعتي ايه ما تلزقش مني. تمام، وعشان ادوب كل البهارات جبت شوية مية ادوب فيهم البهارات بتاعتي او التوابل بتاعتي، وعليهم حبة بابريكا عشان اللون يبقى حلو. وبدأت ادوب كل البهارات في شوية المية اللي احنا حطيناهم، وبدأت انزل فيها بالفراخ بتاعتي. ممكن تعملي التتبيلة دي بفراخ كاملة او بصدور او بوراك وتحطها في صينية في الفرن. صدقيني الطعم بيبقى تحفة. انا جربته على فكرة، جربته مش معنى ان انا قلتلك فانا بقول كلام من دماغي يعني. لا، انا جربته على الفراخ الكاملة واللي هي الصدور والكلام ده، كانت حلوة بجد. لان كل ما تقللي الفراخ زي ما قلتلك التوابل للفراخ بيكون طعمها احسن. ممكن بعد ما عملتها كده تحطها على صاجة وتدخلها الفرن، بس الصاجة تدهنيها زيت هتبقى مشوية. انا عندي الجريلا الصغيرة ديت، فدهنتها زيت بالكهرباء هي، دهنتها زيت وحطيت عليها ايه الفراخ بتاعتي، وقفلت عليها كده. بصوا، بتاخد لون وتكش، فبازحها واحط غيرها وهكذا يعني لحد ما تستوي بقى. تعالوا بقى هنا ايه، كان عندي حبة تنظيمات يعني. انا عندي لو شايفين الازازة الحمراء اللي تحت، ازازة اللي هي شبه ازازة الصوص دي، انا حاطة فيها خل. فتحت كده في علب بهارات. فانا عايزة اروق الرخامة يعني ايوه شايفين اهو، الحمد لله انا جبت الكاميرا عليه. عايزة اخفف الليلة دي وعايزة اعمل تغيير يعني، عشان نفسيا ايه انا مش متظبطة. فحبيت اعمل التغيير ده. هو انت هتقولي نفسيتك هتتعدل لما تعملي مكان التوابل؟ اه والله العظيم انا برتاح لما بنظم اي حاجة، سواء في مطبخي او في شقتي عموما يعني، برتاح نفسيا لما اظبط الدنيا دي. بس ده اللي هخليه وهستكفى بيه المنظم ده. هو على فكرة اللي فوق ده في منهم كبير اللي تحت، بس انا شايلاهم وحاطه بدلهم البلاستيك الشفاف ده، عشان ياخد كمية اكبر بياخد كمية اكبر يعني. تمام، التانيين 3 بس، دول انا حاطه فيهم 7 براطيل. هنا جبت بقى الدرج بتاع التربو بتاعي اللي احط فيه البهارات، نضفته. كان فيه نمل ميت كتير لان انا كنت رشه بودره، وكان فيه عفره واقعه من البهارات كتير برضو. طلعت كل اللي في الدرج وطلعت المفرش ده، وده فايدة المفرش على فكرة، انت تبقى فرشة في ارضية الاوضة. تمام، بس فبرجع بقى الحاجة نيابة عن ان انا ايه اللي انا بحتاجه بخليه قدام، واللي ما بحتاجهوش على طول بخليه ورا. تمام، وانا عارفة ايدي بتحط ايه. يعني اللي حطيت ورا ده كاكاو، قرفة، ملح، ليمون، حطيت الكاستر، حطيت كريم كراميل، حطيت اللهم صل على سيدنا محمد، جيلاتين. تمام، حاطين ايه تاني، حطيت الروزماري، حطيت الجردل ده. قولوا لي يا جماعة في الكومنتات بالله عليكم، اللي يعرف يقول لي، هو عادي احتفظ بمكعبات المرقة برا التلاجة ولا مفات نحطها في التلاجة؟ لان ده انا حاطاه برا التلاجة، مش عارفة اذا كان صح ولا غلط. تمام، بس رتبت اول درج، فرجعت ابص على الفراخ بتاعتي.
شايفين انا مش عاوزاها تاخد لون جامد، انا عاوزاها ايه تكون مستويه بس عشان تبقى طريه، لو خدت لون جامد هتكون ناشفه معايا. فانا بخليها تاخد لون بس خفيف كده. رجعت بقى هنا عشان اغسل البراطيم اللي زادت معايا و... يعني بس كان عندي حبه مواعين الاول، فقلت اما ايه اما ارصهم الاول كده وبعد كده ايه احط الجديد، يعني اغسل بدل ما ايه يبقى كله على بعضه. استغفري ربنا كتير زي ما قلت لك وانت بتغسلي المواعين، استغفري ربنا كتير واذكري الله، صلي على الرسول، قولي اي اذكار انت بتحبيها، ادعي باي حاجه انت في النص كده انت بتحبيها ان شاء الله ربنا يحققها لك. بالاستغفار يعني استغلي الوقت ده في انك تستغفري ربنا كتير وتصلي على النبي كتير في وقت غسيل المواعين او في وقت التنظيف عموما، يعني انت بتبقيش عارفه تمسكي الموبايل فاحسن لك تستغفري اهو تاخدي ثواب والشغل يبقى فيه بركه، يعني اللي تعمليه هيكون فيها بركه وتخلصي شغلك حالا حالا وايه تبقي مرتاحه نفسيا. صلي على النبي واعملي لايك للفيديو لو انت وصلت لحد هنا عشان الفيديو بتاعي يترفع بيكي. يا رب دايما تحققوا اللي انتوا عايزينه واللي نفسكوا فيه. جبت بقى دي علب البهارات اللي قلت لكم ان انا عندي زي الصغيرين بس كبار، دول كبار جدا بس ما بي... المنظم ما بياخدش غير 3 منهم، فعشان كده انا مستكفيه بالايه بالبلاستيك لان هم واخدين معايا 7 براطيم، بعد ما كان 3 يبقوا 7. وغسلت البراطيم بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين خليتها فله شبه منوره. هرجع بقى انظم دور تاني من الادراج بتاعت التربو، ده جردل فاضي كان مطرحه جبنه اهو، فبرجعه ورا وبخلي الجردل اللي قدام اللي عليه اسطنبولي ده بحط فيه ده دقيق متبهر اللي انا فتحته ده، والجردل التاني ده فيه دقيق عادي ماشي اللي هو انا باخد منه اعمل كيكه وكده يعني. ده جردل الملح بتاعي كنت فاضيه معاكم الفيديو اللي فات، كنت هحطه هنا بس لقيت الدنيا تبقى مسحومه فقلت اما اشيله وابقى احط هنا حاجه ايه صغيره. شايفين بعاني وانا بشيل فقلت لا أنا مش هستخدمه يعني. بس حطيته كده التنظيم بيبقى راحة نفسية جدا والمفارش اللي بتبقى في أرضية الدرج بتبقى حلوة جدا. اعمليها. وده كان شكل الدرج بتاعي اللي انا نظمته بتاع البهارات، ده درج البهارات بتاعي اللي انا عملته للبهارات اهو زي ما انتم شايفين منظم جدا وشكله حلو جدا واريح جدا. وهوريكم برضو شكل الرخامة بتاعتي ايوه شايفين كده اروق بكتير. وهوريكم كمان شكل الفراخ بتاعتي بعد ما طلعت شكلها جميل وطعمها تحفة. انا بقول لكم بعد ما اكلتها جربوها هتعجبكم ان شاء الله. مع السلامة.